كانش ينفع اعمل سلطات في برطمانات للكبار وانسى الاطفال، واكتشفت ان دي احسن طريقه تخلي الاطفال يحبوا السلطه من وهم صغيرين. دلوقتي هقول لكم على الحاجات اللي تعملوها علشان السلطه ما تاخدش منكم وقت. جهزوا كل حاجه من قبل كده وهاتوا حاجات جاهزه على قد ما تقدروا. انا هنا استخدمت دريسنج بتاع جرين هاوس، احلى حاجه فيه ان مكوناته كلها طبيعيه، ودي حاجه مهمه جدا بالذات للاطفال. ونوصل بقى لاكتر فقره ممتعه وهي تقطيع الخضار. وحاولوا وانتوا بتنقوا المكونات انها تكون كلها طازه والوان مختلفه علشان الفوائد تكون اكتر، وعلشان دي للاطفال قطعوها صغير جدا علشان يعرفوا ياكلوها. وهنضيف المكونات بنفس الترتيب اللي قلتها لكم في الفيديو اللي فات، الدريسنج بتاع السلطه، وبعدين اي حاجه ناشفه زي الجزر البنفسجي، وبعدين الخيار او الذره او الرمان، وفي الاخر خالص بنضيف الحاجات الخضراء. لكن انا هنا ما ضفتش حاجات خضراء علشان تكون سهله للاطفال ان هم ياكلوها. خطوه مهمه جدا عشان نخلي الاطفال يحبوا الاكل الصحي ويتعودوا عليه من هم صغيرين، انهم يشوفونا واحنا بناكل الاكل ده، فطبيعي هيكونوا عايزين يقلدونا وياكلوا زينا. فنستغل الفرصه دي وناكل احنا اكل صحي ونعمل لهم اكل صحي معانا، ونضمن انهم بياخدوا كل الفيتامينز والمعادن اللي جسمهم محتاجها في اليوم. جربوها، قولوا لي رايكم، وقولوا لي عايزين سلطات ايه تاني في برطمانات، وبالهنا والشفا.